نروح لموضوع مدرب الأهلي. بدأت كده تظهر البشاير، ومن ساعة ما الأهلي كسب الزمالك إن خلاص كابتن عماد النحاس مكمل شوية كمان. الأهلي مش عارف يجيب مدرب قوي. المدرب القوي مرتبط بنادي، حتى اللي مشي طلباته عالية. يمكن لاج البرتغالي برونو لاج اللي هو بتاع بنفيكا، كان كل حاجة وصلت رغم إن الأهلي وافق على شروطه المادية العالية، ولكن وقفت عند الشرط الجزائي. الشرط الجزائي كان هو طالب إن مدة العقد كامل، من وقت ما هتمشيه ياخد مدة العقد كامل. وده كان سبب رفض الأهلي، لأن ده اللي الأهلي بيعاني منه مع كولر. كان قالوا له أوكي، ولما جت الإقالة طلب عقده كامل بيجدوله وجدوله مستحقاته وموضوع كده. فهو بسبب كولر موضوع لاج باظ. وكان في كلام على فتح تريم التركي، وحمزة أغلو التركي برضه. بس لأسباب ما الأهلي ما يعني حمزة أغلو الأهلي كان موافق عليه، كان خلاص شبه الموضوع خلصان. بس فكرة إن هو بيحب يرجع يبقى تابع لفتح تريم دي بموضوع صعب. فتح تريم عامل السن فرق معاهم. توماس بيرج باظت عشان خلاص لآخر وقت كان هيمضي فعلا في الأهلي. فإذا ما فيش مدرب أجنبي قوي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تحسن النتائج مع كابتن عماد النحاس، وفي لعيبة بدأت ترجع تاني زي حسين الشحات، الأوضة بدأت تهدى مع الكابتن وليد صلاح. فالاتجاه الأقرب إن الكابتن عماد النحاس مكمل لحد التوقف، مش اللي جاي بتاع شهر 10، لا هيبقى لحد التوقف بتاع شهر نوفمبر أو ما بعده. يعني بنسبة كبيرة كابتن عماد النحاس مكمل كمان شهر نوفمبر مع الأهلي. والأهلي هيبدأ يدور على مدير فني أجنبي بكثافة وبجدية أكتر فترة التوقف الطويلة اللي هي بتاعت كأس العرب وكأس أفريقيا.